هاي صبايا، كيفكن؟ شو اخباركن؟ اليوم رح اعملكن فيديو الخبز البالون الكتير طيب والهش. انا اليوم رح اعجنها بالعجانة. هون عندي العجانة والمقادير: كوبين حليب رح يكون فاتر، وهون عندي معلقتين سكر رح ضيفهم، وعندي ظرف خميرة فورية، ورح نضيف له فنجان زيت نباتي. هلا رح حركهم شوي ورح ضيف الطحين. صبايا نتركهم شي دقيقة لبين ما يتفاعل الخميرة، ورح ضيف له الطحين والملح. هاي هي كل المكونات، كتير سهلة وبسيطة. خليكن معي. صبايا بعد ما تركتهم دقيقة تفاعل الخميرة، هلأ رح ضيف بالتدريج الطحين، ورح ضيف له الملح ودور العجانة. هون معلقة ملح، خليكن معي. صبايا هون خلصت العجينة، صارت تشوفوا قوام كيف العجينة صارت جاهزة. هلا رح حطهم زبدية تانية ورح اتركهم مدة ساعة. صبايا شوفوا كيف قوام العجينة، هيك لازم تكون. صبايا العجينة صارت جاهزة. هلا رح اتركها تختمر مدة ساعة. كمان لازم نغطيها كيس نايلون او بقطعة نايلون مشان تختمر العجينة، ونتركها ساعة. خليكن معي برجع لكم بعد ساعة. صبايا هون بعد ما تركت العجينة ساعة، شوفوا ما شاء الله اختمرت وظابطة. هلا رح ضيف العجينة هون ورح دورهم مشان تشكل خبز البالون. صبايا المقادير: كوبين حليب فاتر. صبايا المقادير: كوبين حليب فاتر، كيلو طحين، وظرف خميرة فورية، معلقتين سكر، ومعلقة ملح، وفنجان زيت نباتي. فهدول كل المقادير. هيك رح دورهم، شوفوا هيك. كمان رح اتركهم هون 10 دقايق يتخمروا وبعدين بشتغل فيهم. صبايا لازم العجينة شوي تكون كبيرة هيك. صبايا هلا بعد ما تركتهم شي 10 دقايق، فراح اغطسهم بالحليب والسمسم. هلا تشوفوا معي كيف
بهالشكل لازم نتركهم ونغطيهم مدة 10 دقايق هيك. صبايا هلا رجعت لكم بعد 10 دقايق بعد ما تركتهم كمان تخمروا 10 دقايق، وجهزت الحليب وهون عندي سمسم. هلا فرح نغطسهم بالحليب والسمسم. صبايا رح اقليهم بالزيت، ما رح احطهم بالفرن. طريقة كتير سهلة وبسيطة. هلا بناخد عجينة ونغطسها بالحليب هيك، ورح اغطسها بالسمسم، ما رح اضغط عليهم هيك. صبايا رح كمل بهالطريقة، اول شي بالحليب بعدين بالسمسم. هيك فرح نكمل العجينة بهالطريقة. صبايا شوفوا كيف رح نمد العجينة. انا عندي هاي الشوبك الصغيرة، فكل عجينة هيك لازم نمدها بهالشوبك. شوفوا كيف منفوشة. صبايا هيك رح نكملها. ما شاء الله نافشين كتير. هيك صبايا هيك رح نمدها، وهلا رح اقطعها بالسكينة البيتزا. هيك لازم نقطعها هيك. هلا كيف خبزة البالون تطلع مثلث هيك، قطع بصير القطع مثلث. هلا رح اتركهم شوي وراح اقليهم بالزيت. خليكم معي. صبايا حطيت الزيت على النار والزيت صار حامي، لازم يصير الزيت حامي. وهلا رح سقطهم فيها بالزيت خبز البالون. هلا بتشوفوا كيف راح يصيروا ما احلاهم. صبايا لازم هيك نحركهم شوي او نقلبهم عشان ينتفشوا. صبايا شوفوا ما شاء الله كيف صار خبز البالون. هيك لازم يصير. ننفشوا ونحمره بالزيت. هلا انا هون مجهزه صحن وحاطه محارم تبعت المطبخ مشان احطهم بالصحن. صبايا عجينة كتير سهلة، بطريقة كتير سهلة وما بتكلف العجينة، يعني ما فيها مواد كتيرة وطريقة كتير سهلة، وفيكم تعملوه للولاد مشان المدرسة او هيك بالمناسبات. فطريقة سهلة وكتير طيبة، تطلع مقرمشة. شوفوا كيف انتفخ. فهيك لازم يكونوا. شوفوا المنظر ما احلى. هون صبايا صار لون ذهبي، لون كتير حلو. لازم نطلعهم من الزيت. كمان هون شوفوا ما احلى خبز البالون المقرمش على طريقتي.
الصبايا هون لازم نقلبهم كل شوي عشان ينتفخوا معانا ويطلعوا مقرمشين وظابطين. وخليكن معي. صبايا وصلت لشكل نهائي للفيديو. خبز البالون شوفوا طلع منظره كتير حلو وبتشهي. وشوي اخذت منهم وعملتهم هيك فشكلتهم، حطيت فيهم مرتديلا وجبنة خضرة هيك منظر. وفيكن تعملوها للولاد يعني هيك بتشهي. والخبز طالع كتير كتير طيب وناجحة. شوفوا ما شاء الله عجينة هشة وطيب ومنظر. وشوفوا قلبها كتير ناجح وطالع طيب. بتمنى تجربوها، تكتبولي بالتعليقات. وصبايا لا تنسوا تدعموني باللايك والاشتراك على قناتي، تفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. خليكن معي بفيديوهات جديدة وباي.